ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير، وحشتوني جدا. النهارده هتكلم معاكم على اغنيه محمد حماقي الجديده، اغنيه ده قلبي ده، لسه نازله كده بقالها حبه حلوين. يلا بينا. اغنيه محمد حماقي الجديده، اغنيه ده قلبي ده، الاغنيه من كلمات امير طعيمه ومن الحان موسيقار الكبير محمد عبد الوهاب واحمد ابراهيم وتوزيع تميم. الاغنيه بالنسبه لي كانت مفاجاه كبيره جدا. محمد حماقي دلوقتي شايف ان هو مستمر بقاله فتره ان هو ينزل كل كام يوم اغنيه سنجل جديده. دي حاجه يا اما بتبقى بشرى من البوم جديد، يا اما هو عايز ينزل سناجل في الصيف علشان يثبت وجوده، اللي هو حماقي موجود وشغله برده لسه موجود وشغال. فدي حاجه كويسه جدا. حماقي كده شايف ان هو ماشي على خط كويس قوي. اغنيه مفاجاه كبيره جدا محمد حماقي، ومفاجاه جمهوره برده كبيره ان هي تنزل في وقت زي ده. كانت بالنسبه لي من المفاجآت الكبيره جدا ان حماقي يعمل اغنيه بالنوعيه دي، واغنيه فكرتني بريحه زمان شويه على التوزيع المواكب العصر بتاع الوقت الحالي. فدي بالنسبه لي تطور كبير طبعا، ان هو يعمل اغنيه بالريتم ده، ان هو يحولها للتوزيع الجامد ده بالشكل اللي قدمه حماقي. فدي كانت حاجه ممتازه جدا، وشابوه كبير جدا لحماقي ولكل فريق العمل. بالنسبه لي الاغنيه كانت مفاجاه كبيره ان هو يستعين بالحان الموسيقار الكبير الملحن محمد عبد الوهاب. دي حاجه بالنسبه لي كانت مفاجاه كبيره. حماقي انا دايما بشوف ان هو بعد عمرو دياب في كل حاجه، وخصوصا كمان في المزيكا هو دايما فاهم واستاذ في الحته دي. دايما حماقي بيطور من شكل المزيكا. الاغنيه دي على مستوى المزيكا والتوزيع انا كنت سامع حاجه خرافيه، وده مش مجامله في حد او مش بطلع جامل في حد على حساب حاجه تانية. انا بقول لكم رايي بصراحه، واللي انا سمعته واللي يحصل يحصل. انا بقول لكم رايي، واهم حاجه ان انا اكون صريح معاكم. الاغنيه كتوزيع كانت قويه جدا، كان توزيع حلو قوي. الاغنيه ككلمات والحان ما شفتش يعني روعه اكتر من كده. من الاغاني اللي انا شايف ان هي متكامله لحماقي، وانا شايف ان هي هتعيش ليه كمان، مش مجرد اغنيه اتعملت وممكن تتنسي وخلاص. وكنت بدندنها بشكل مش طبيعي، يعني انا لما جيت سمعتها كانت معلقه معايا جدا وكنت حاببها قوي. بالنسبه لي من احلى الاغاني اللي عملها حماقي في اخر سنجلات هو نزلها. انا شايف ان هي تتسمع، وشايف ان هي هتعمل شغل حلو قوي الفتره اللي جايه. اسمعوا الاغنيه، وانا اسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن تحت، وانتوا احكموا بنفسكم وقولوا رايكم. انا شايف ان هي من الاغاني القويه جدا لحماقي، عامل فيها شغل حلو قوي، وشايف ان هو مطور في شكل المزيكا جامد جدا في الاغنيه. يا ريت حماقي دايما يعمل شغل من ده كتير. مكسب كبير جدا لينا في الوسط الفني ان هو دايما بيقدم نوع مزيكا جديد، بس على مستوى المزيكا هو راجل عبقري. على فكره بيقدم كلمات والحان كويسين، حتى مع اي شغل مع اي شاعر او اي ملحن برضه بيطلع شغل حلو. مش بس في التوزيع، هو بيهتم بتفاصيل الاغنيه بكل حاجه، وكل حاجه بتبقى فيها تفصيله وبيركز فيها. فدي حاجه بتعجبني جدا من محمد حماقي، هو بيهتم جدا بالمستمع. فدي حاجه تبسطني جدا. شايف ان هي الاغنيه كانت على مستوى الكلمات والالحان كانت اغنيه جميله قوي، وكانت روعه بجد. الكلمات كانت حلوه جدا مع الالحان اللي اتعملت. انا شايف ان الاغنيه كانت على بعضها كده باكج، كان اغنيه قويه لحماقي. واتمنى ان هو يغنيها في الحفلات ويغنيها في كل حته الفتره اللي جايه عشان تنتشر بشكل اسرع. وانا كنت مبسوط جدا بالعمل ده، يا ريت ان هو يتكرر كتير. الاغنيه بشكل عام انا شايف ان هي كانت من اقوى حاجه انا سمعتها، كانت الكلمات والالحان. التوزيع كان عبقري جدا من تميم. تقولوا رايكم تحت في الكومنتات، وقولوا لي الاغنيه كانت عاجباكم وما كانتش قد كده. ده اللي كان عندي النهارده. لو انت لسه جديد وتشوفني اشترك وفعل زر الجرس، واعملوا لايك عشان كده محتوى اقدم اكتر واكتر، وشرف كل مكان لكل اصحابكم. ما تقدروا تنسوش. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. شكرا.